السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ معاكم مطبخ ام علي. إيه النهارده هعمل لكم حاجة كده سهلة وجميلة، هي صينية بطاطس باللحمة. إيه سهلة جدا ومقاديرها سهلة جدا ما شاء الله. معانا هنا نص كيلو من اللحمة، ومعانا هنا بصلاية كبيرة حلوة متخرطة تخريط العادي جدا اللي هو الكبير كده، يعني مش شرط صغير. ومعايا هنا بتاع 4 فصوص توم دقاهم، بحبه مدلوق مع البطاطس بيدي طعم الصراحة خرافة يعني. واحدتين حبهان بيفرقوا قوي في الطعم مع صينية البطاطس. ومعلقة صغيرة 7 بهار ورشة من الفلفل الأسود. خلاص، ومعايا هنا البطاطس بتاعتي. البطاطس هتعملوها المقدار اللي عندكم حسب يعني كل واحد بيعمل حسب الأسرة بتاعته بتاكل قد ايه، المقدار بتاعها عارفين. ومعايا عصير طماطم. بس كده مفيش، كل حاجة سهلة جدا، حاجة بسيطة جدا. خلاص، وهنعمل حبة رز حلوين كده اهوت وخلاص. احنا دلوقتي معانا اللحمة بتاعتنا حطها صدمة شوية على النار، اديها شوية كده على النار. وبعدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هي انا جايباها يا جماعة ايه، فيها حتت في فيها حمرا كتير وفي دسمة شوية. تمام، عشان دي بتفتح البطاطس بيبقى طعمها حلو. معلقة زيت واحدة، معلقة زيت واحدة عشان خاطر مش هحط أي حاجة دهنية، هي اللحمة بس ايه اللي هتنزل كل حاجة فيها كده. وهنحط عليها البطاطس وعصير الطماطم والبصل، هوريكم هنعمل ايه، بس هندي دي ايه تاخد تشويحة كده على النار زي ما انتم شايفين، اديتها الصدمة اللي قلت لكم عليها. خلاص، اللون بتاعها اتغير معانا ازاي. هننزل بقى بالبصلاية الحلوة بالفلفل الأسود والبهار والثوم، وحتة الثومة المسلوقة الجميلة دي. بس كده، وهنسيبهم على النار بقى. شايفين وصلنا للمرحلة دي خلاص. هننزل بالمية المغلية، أنا ما حطيتش ملح يا جماعة، الملح ده آخر مرحلة خالص عشان ايه اللحمة تستوي معانا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده اهوت. بس انا اديتها ميه دي بتشربها، وهتكون ان شاء الله طابت كده وبقت حلوه. هننزل بقى بعصير الطماطم وهنغطيها تشرب الميه بتاعتها ديت، ونظبط بقى صينيه البطاطس. شايفين يا حبايبي اللحمه بتاعتي استوت خلاص وكله تمام ازاي. هعمل ايه دلوقتي، هديها تقريبا كده زي ما شايفين. طابت طبعا وبقت جميله جدا. شايفين تنزل في المعلقه بتغطس فيها كده تعرفي ان هي استوت. انا لازم اي لحمه، اي لحمه إن كانت دي بلدي لحمه، اي لحمه ما تحطيش عليها اي خضار الا ما تستوي، بالذات صينيه البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بالبطاطس 3 4 بطاطسات حلوين كده اهوت محتضرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هدي واحده مكعب بالفراخ اللي طعمه حلو قوي. ادي عصير الطماطم اللي قلت لكم عليه، عصير الطماطم فريش كده اهوت. بس كده، بسم الله الرحمن الرحيم. دي تقليبه حلوه كده اهوت. ونشاء اللحمه اللي نخليها تحت، بس انا بقلب تيجي مع بعضها كده الاول. وانا ما حطيتش اي ملح يا جماعه لسه، طبعا هنحط الملح بتاعنا. لا الملح عشان احنا حاطين مكعب كفايه قوي. خلاص، ونقلب نقلب نقلبها حلوه كده كويسه. وهندي رشه صغيره قوي ببريكه زي ما شايفين، تدي قوي طعم كويس. خلاص، وانا طبعا ما حطيتش اي حاجه عشان انا اللحمه بتاعتي دسمه شويه. انتوا لو اللحمه مش هتبقى دسمه هتحطي معلقه تزودي معلقتين زيت كمان. انا حاطه معلقه بس، وانا بطش وانا بدي الطشه للحمه اللي هي الصدمه. فمستكفيه قوي كده، مش هحط اي حاجه. خلاص كده اهو، هغطيها وهتبقى مديها لون في الشوايه وخلص. حبايبي صينية البطاطس إن الفيديو بتاعنا كان بيتكلم عليها النهاردة، أحلى صينية بطاطس باللحمة، واو خرافة خرافة. مش قادرة أقول لكم يا جماعة جميلة إزاي، والله العظيم تحفة تحفة يعني. هناخد بقى، أنا عملت قايلة لكم هعمل رز جنبها. طبعا أنا مصورة معاكم على القناة، خشوا على القناة عندي هتلاقوا الرز المعمر بعمله إزاي. بصراحة جميل جدا، شايفين خرافة كده. أوريكم بقى حبة كده ونتعامل، لسه سخن كده إن شاء الله، مفلفل كده وجميل. واو من الآخر يا جماعة. تعالوا اتغدوا معانا بقى. شايفين اللحمة مستوية؟ شايفين؟ بصوا، بصوا اللحمة مستوية ازاي.
شايفين الجمال. والبطاطس بقى تديها لهم كده على الشوايه. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللي هي كل اشتراك في القناه عشان يوصلكم منه كل جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.